الديربي اللندني، ديربي ارسنال وتشيلسي اللي محدش عارف في الاخر لندن از ريد ولا از بلو. المباراة الحماسية المشتعلة اللي كلها كانت منافسة وإثارة بين أرسنال وتشيلسي تنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1. ماتش كل ما كان ماتش ملحمة بين الفرقتين، حرفيا كان ماتش ملحمة. وليفربول تفتكر سكة الانتصارات وترجع تكسب على ويست هام ده. احنا نلعب بعد كده لحد ممتاز بقى، احنا مش عايزين نلعب السبت تاني، احنا نلعب لحد بعد كده. هنعمل ماتش بين ويست هام وبتاع وتشكيله زفت من الاقرع، بس الحمد لله كسبنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الدوري الانجليزي. فيلا بينا نبدا. قبل ما نبدا متنساش اللايك والاشتراك ويلا. لا شخصية كلام رجاله. هيبقى وسوس. انت بتتخانق ولا ايه؟ ما هو انتوا اللي بتتخانقوا. نبدا كده واحده واحده. الاول بين ليفربول وويست هام، نبدا كده بالماتش الحناني الاول. الماتش اللي انتهى فوز ليفربول 2-0 بهدف ايزاك وكودي جاكبو، باسيست كمان لكودي جاكبو. يعني الراجل طلع بجون واسيست، كان عامل ماتش كويس مش وحش. بس في الاول في الاخر انت هتيجي تتكلم في ليفربول وبتاع، هي لسه بدايه. وحته لقطه ان صلاح في الدكه دي، اللقطه دي بصراحه مش عجباني. لان صلاح معلش الراجل، فكك بقى من جو انك عايز تلبسها لصلاح وصلاح اداؤه مش احسن حاجه والكلام ده. الجو الحمضان ده فكك منه اصلا. بس الفرقه كسبت، وقفت على رجلها شويه وبقت خلف العريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني. مانشستر يونايتد بقت في السابع بعد ما كسبت كريستال بالاس 2-1 باهداف زيركيزي وميسون ماونت. ودوري غريب، دوري غريب وعجيب. ايفرتون دي اللي كانت كسبانه مانشستر يونايتد الماتش اللي فات، راحت على ملعبها قدام نيوكاسل خسرت بالاربعه. ومانشستر يونايتد اللي خسرانه راحت كسبت كريستال بالاس 2-1 وعملت عليها ريمونتادا. دوري غريب محدش فاهم ولا عمر حد هيفهم الدوري الغريب ده. المهم الماتش كان كده كده ويست هام احنا عارفين اللي فيها، وعارفين ان ويست هام فريق مش اقوى حاجه ومش واقف على رجليه. بس فوز معنوي شويه ونمشي الدنيا. اي نعم التشكيله ما كانتش عجباني، جو انك بتلعب لي بجاكبو وفيرتس وايزاك. وايزاك باين برضو يا جماعه، حتى بالرغم من الجول اللي جابه ايزاك باين ان هو مش فت، وايزاك باين ان هو لسه مش جاهز. ايجيتيكي لما بينزل بيعمل عليه اداء يا ابني افهم. انا حاسس والله بدات احس ان الواد ايه، ان ارن سلوت واد ده ادبوه. ارن سلوت واخد تعليمات من الاداره اللي لعب بكذا، وارن سلوت تقريبا من النوع اللي هو بيقول حاضر وبتاع وبيطاطي الاداره وتحت امركم في كل حاجه وبتاع وبيريح اللي قدامه وخلاص. تقريبا عشان كده الاداره متمسكه بيه يعني. اكيد إيه ارن سلوت لو عنده عقل مش هيلعب بايزاك على طول كل ماتش كده، والراجل لسه مش فت، الراجل لسه مش 100%. فانا حاسس ان هو ايه، من النوعيه دي، من نوعيه المدربين اللي هو حاضر وبتاع ورايح الاداره وبتاع وماشي الدنيا وخلاص. فعشان كده الاداره صبر عليه شويه. بس ايزاك مش فت، والتشكيله التوليفه لعب بقى يلا اي حاجه وخلاص. ومش عارف هو في طار بينه وبين فريمبونج وبرادلي. يا ابني ما الاثنين معاك، بتلعب بجو جوميز ليه؟ الراجل تمام، ما عنديش مشاكل، ده انا عندي يلعب على الشمال ارحم يعني، بس تمام يعني. وكيركيز عمل ماتش حلو مش وحش بصراحه، بس هي والسهم في الاول في الاخر يعني. يا رب يعني تكون بدايه خير والفرقه تقف على رجلها واحده واحده ونشتغل بقى ونتنقل نلعب زي البني ادمين، بدل القرف اللي احنا شفناه وعشنا فيه الفتره اللي فاتت ده. وفكك من جو انك تعدينا صلاح دكه والكلام العبيط ده. ماتش ارسنال وتشيلسي، الماتش اللي كان فيه كمية حاجات، والماتش اللي لعب على تفاصيل، لعب على تفاصيل صغيرة أوي. الماتش ده الماتش لعب على تفاصيل صغيرة، وكان يعني الفرقتين كلحين، فرقتين أكلح من بعض. تشيلسي نازلة عايزة تكلح أرسنال، قالت لها أنت عايزة كلاحة يلا أنا كمان كلاحة بكلاحة ومكلح. والماتش كان فرقتين غالسين كده قدام بعض. نبدأ بتشيلسي اللي بدأت الماتش، هي بادئة عارفة هي عايز ايه. مدرب تشيلسي نازل عايز يلعبهم بنفس الطريقة اللي لعب برشلونة، عايز ايه، يرهقهم بدنيا، عايز ينزل على ارسنال يلهق اللعيبه دي بدنيا ويتعبهم بدنيا. وكان باين ان هو كان ناجح في الموضوع ده، لان ارسنال برده كانت راجعه من كام ماتش قوي، فاللعيبه ارهقت بدنيا وتعبت. وكان حرفيا نص ملعب تشيلسي لحد الدقيقه 35، لحد لقطه الطرد بتاعه كايسيدو اللي هنتكلم عليها كده كده، كانوا ماسكين دفاعات تشيلسي ونص ملعب تشيلسي. لا كانوا عاملين عليه ماتش الحقيقه، كانوا عاملين عليه ماتش وراحوا بكذا كوره خطيره، ودافيد رايا راح لحق بصراحه ارسنال في كذا كوره. فبصراحه لا، تشيلسي كانت لعبه حلوه وقايمه بالماتش حلو. لحد بقى جت اللقطه، هو الشوط الاول على بعضه بيتلخص في اللقطه اللي جت في الدقيقه 35 او الدقيقه 38، لقطه طرد كايسيدو. طرد اقل حاجه اتقال عنه ان هو طرد متهور وغبي قوي. انت ايه اللي انت عملته ده يا كايسيدو يعني؟ انا لحد اقسم بالله قبل الطرد انا قاعد اتفرج على الماتش كده عمال اقول هي تشيلسي دي لو من غير كايسيدو اللي بيعمله في نص الواد كل ثنائيات بيكسبها، اي كوره حلوه هو بيكسب، اي تدخلات الواد واكل ارسنال، حرفيا واكل نص ملعب ارسنال. وديكلان رايس وزوبيمندي واكلهم.
جه الراجل دخل في ميكل ميرينو بام عليه دخل غباء لدرجه ان هو نفسه اتصاب، لدرجه ان كايسيدو نفسه اتصاب. وبصراحه يعني تدخل غبي. ومن حظه كمان ان الحكم ايه ما خدش باله من اللقطه، لولا بقى ان الفار قام ايه قال له تعالى بقى، تعالى راجع اللقطه. وهو الراجل شاف لقطه الاعاده رجعت، احنا كلنا بصينا على اللقطه دي طرد. الراجل قام رجع طلع له الطرد. والواد عمال يبص له، انا ايوه انت امال يعني الطرد ده الحكم مطلعه بنفسه ولا ايه؟ بيطرد نفسه يعني ولا بيطرد اللعيب اللي انت داخل عليه؟ ما انت داخل تدخل غبي على اللعيب، تستاهل الطرد دي. لعيبه ارسنال بقى في اللقطه اللي هي بعد الطرد دي انت تحسهم هيبروا، اللي هو انتوا يلا بقى غشام غشام وعبط بعبط. حتى ميكيل ارتيتا جمع كده اللعيبه حواليه وتحسهم اللي هو يلا بقى ايه نبداها احنا كمان مصارعه بقى، عبط بعبط وغشام وغشام. الواد هينكابي قام طلع بوم، رزع تشالوبه واحده في اداها له في خده اليمين. هوبا الشوط التاني قام رزع واحده في خده الشمال، هوبا يلا نلعب نلعب وندب في بعض. وهينكابي كان واقف على رجليه وعامل ماتش حلو بصراحه هو وموسكيرا. بس هينكابي في دقايق بزياده تحسه في حته حماسه كده زياده لدرجه ان هو كان ممكن ياخد طرد اصلا على اول الشوط الثاني. يعني عارف انت اللي هو انت كويس بس غلط كذا غلطه في الشوط الاول وعمل كده كذا حركه وتحسه اللي هو ايه هو مهايبر كده في نفسه شويه. فاللقطه دي لازم ميكيل ارتيتا يتكلم معاه فيها ويهديه كده شويه ويخليه يقف على رجليه شويه، لان موسكيرا على الجنب التاني موسكيرا كان هادي خالص، لا تشوفه غلط ولا حاجه ولا خد انذارات. الراجل كان بيلعب على الهادي الصراحه. فهنكابي محتاج يهدى شويه. المهم خلص الشوط الاول وخلص الدنيا والدنيا اتلمت شويه واللعيبه كانت متنشنه مع بعض يدبوا في بعض، انزو فرنانديز يزق في ده مش عارف ده يزق في ده بتاع، واتلمت في الشوط الاول. يجي على الشوط الثاني وفي بدايه الشوط الثاني على طول قام هينكابي خد الانذار على طول طلع لك على جواو بيدرو. الشوط الاول اداها لتشالوبا هنا، قام الشوط الثاني اداها لجواو بيدرو هنا. وربنا استرها معاه والحكم ما طلعلوش انذار الثاني وربنا استرها معاه. يجي بعد كده كورنر تشيلسي، واول كورنر لتشيلسي في الماتش كله، اول كورنر لتشيلسي وبنفس طريقه وخنزره ارسنال تقوم داخلين بنفس الطريقه والخنزره يرفع الكوره ويروحوا ناطين وواحد يلمسها تشالوبا يلمس الكوره تروح داخله في الجون 1-0 لتشيلسي. ويلا بقى نلعبها. والحقيقه الطرد ده جه من هنا، الجون ده جه من هنا. وتحس تشيلسي خلاص اللي هي راضيه بالجون، انا مش عايز اكتر من الجون، قفل. وفي بدايه الشوط حصل تبديل غبي قوي بصراحه من مدرب تشيلسي، قام مطلع الواد ستافيو ونزل لك مين جرناتشو. جرناتشو انا ما شفتوش الشوط الثاني حرفيا من ساعه ما انا ما شفتوش، ما عملش اي حاجه جرناتشو. ستافيو كان واخد الفرق في الشوط الاول رايح جاي واخد الدفاعات رايح جاي وبتاع. جرناتشو انا ما شفتوش يعني. المهم ما علينا. ولويس كيلي نزل طبعا في بدايه الشوط الاول و1-0 الارض لتشيلسي في الدقيقه تقريبا 46 ولا 47 يعني احنا ما لحقناش. مهم يلا بينا نلعب. وميكيل ارتيتا تحسه اتجنن بعد ما الجون دخل فيه، قام مطلع لك زوبيميندي، نزل لك اوديجارد رجع من الاصابه، هوبا طلع مارتينيلي، نزل مادويكي، يلا نبدا نلعب نهاجم ويزنق الفرقه اللي قدامه. وطبعا اللعب كله ده شماله، اللعب ده شماله على راي ابو تريكه. هو ايه تشيلسي انتوا مش جايين تلعبوا، انتوا جايين مصارعه حرفيا. يا تشيلسي جايه تلعب بنفس الطريقه اللي لعبت بيها قدام برشلونه، بس برشلونه اتهزت وبرشلونه ما عندهاش نفس العناصر اللي بجوده ارسنال عشان نكون حقانيين، ما بيعرفوش يتعاملوا. المهم ارسنال طبعا دخلوا الخناقه مع بعضينا طخ 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 ندب في بعضينا وخلاص. هوبا تك سكالوبا كرة راحت ل ساكا على الطرف، وتك تك يمين في شمال يرفع الكورة ويعمل أول أسيست ليه من 365 يوم بالظبط، من ساعة ماتش ويست هام السنة اللي فاتت 30 نوفمبر. يعمل هو تقريبا متارجتها كده كل سنة يعمل أسيست، يرفع الكورة هوب ميكيل ميرونو يدخل يحط الكورة في الجون. 1-1 يا معلم. تشيلسي تحسها بعد حتى الجون ما جه تحسها اللي هي واخده جنب كده، انا دافع انا ايه فرحان بالتعادل. وبصراحه هما لو كان معاهم الواد كايسيدو هما كانوا يقدروا يدوسوا على وش ارسنال بصراحه. الواد 38 دقيقه قبل ما يطلع هما كانوا ماسكين الماتش على ارسنال جامد قوي، كانوا يقدروا يكسبوا كمان. بس هو تقريبا المدرب قال ايه محافظ وما ايه ما ضيعش نفسي اكتر. وطبعا ارسنال فضلت مستحوذه على الكوره بس تحس اللي هو ايه استحواذ سلبي، مش يعني طول الماتش يلعبوا، لا هو نلعب على الطرف ونرفع نلعب على الطرف ونعرض. دوت مفيش غير كرة لميرينو شاطها وسانشيز شالها حلو قوي بصراحة. وبعد كده لما جيوكريس دخل فيه وبتاع وكان هيتصاب بس ايه عدت على خير. فهو الماتش بصراحة بالنسبة لي ماتش عادل بين الفرقتين. فرقة نزلت دشملت وكانت بتلعب على البداني وكده،
وفرقه استفزت من اللي عملته الفرقه دي، قامت داخله فيها هي كمان، ويلا بينا احنا الاتنين ندب في بعض والبقاء للاقوى. والماتش خلص تعادل بين الفرقتين. محدش عارف بقى لندن ازاي شكلها، لندن از وايت زي توتنهام كده. بس كده الفرق بين ارسنال خلاص بقت السيتي في التاني، ارسنال الاول الفرق بينهم بقى 5 نقط، خلص ل5 نقط، وتشيلسي التالت، ليفربول في التاني. كده تكون خلصت حلقتنا. قولوا رايكم في الكومنتات، وقولوا رايكم في الماتش وكده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.